في الأزقة اللي كانت لسه بتحاول تلاقي نفسها بعد سنين طويلة من الفوضى، وفي بلد كانت تحت احتلال وبتدور على بصيص نور، ظهر واحد بس قدر يغير مسار تاريخ أمة كاملة. واحد صوته كان بيعدي حدود القرى والنجوع وبوصل لقلوب الناس قبل ما يوصل لودانهم. واحد لما قال لأ، مصر كلها قالت لأ وراه. الاسم ده سعد زغلول، الزعيم اللي وحد المصريين مش بالشعارات ولا بالخطب المكتوبة، لأ، وحدهم بالصدق وبالقلب وبالإحساس وبالإصرار اللي ما يتهزش. في سنة 1859 وفي قرية هادية اسمها إبيانة في كفر الشيخ اتولد طفل محدش كان يعرف إنه حيبقى رمز وطني بعد سنين. اتولد في بيت بسيط لأب فلاح وأم مؤمنة بربنا وبالعلم. سعد وهو صغير كان دايماً مختلف، كان يهرب من لعب العيال ويقعد جنب أبوه يسمع كلام الرجال. كان يبص للدنيا بطريقة تانية كأنه فاهم إن في حاجة كبيرة مستنياه. سعد دخل الأزهر وهو عنده حوالي 13 سنة، وهناك ظهر أول ملامح الزعيم: ذكاء، جرأة، حب للمعرفة، وقدرة على الجدال والنقاش يخلي أكبر شيخ يقف يفكر. كان ما يحبش يحفظ من غير ما يفهم، وكان دايما يسأل ليه وإزاي ومين قال، وده اللي خلاه يلفت نظر كبار العلماء ويبدأ يتكون جوه شخصية واحدة، نصف عالم ونصف ثائر. خرج سعد من الأزهر مش مجرد شيخ، خرج راجل عنده وعي وعنده طموح وعنده رغبة إنه يغير حال البلاد. اشتغل معلم وبعدين دخلوه في النيابة، وهنا كانت نقطة تحول. سعد شاف بأم عينها الظلم، وشاف الفلاحين اللي بيتسجنوا ظلم، وشاف القوانين اللي كلها كانت لصالح الاحتلال. فضل يترقى وينتقل من منصب لمنصب، لكن كل ما يطلع لفوق كان يشوف الظلم أكتر، والأهم كان جواه الغضب يكبر. في أواخر القرن ال19 مصر كانت تتغير بسرعة، احتلال بريطاني بيشدها لتحت ودعوات للاستقلال بتحاول ترفعها لفوق. سعد انضم للحياة السياسية وبدأ صيته يكبر كواحد من أذكى العقول القانونية. خد منصب وزير المعارف، ومن هناك حاول يصلح التعليم، خلى التعليم للبنات لأول مرة، وده لوحده كان ثورة. كان عنده إيمان إنه الأم الجاهلة مش حتتحرر أبداً. في سنة 1918 وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، مصر شافت فرصة. العالم بيتغير والإمبراطوريات بتقع والإنجليز اتزنقوا. هنا سعد زغلول قال الكلمة اللي خلت التاريخ يقف: احنا عايزين نسافر لفرنسا ونمثل الشعب المصري ونطالب بالاستقلال. جمع توقيعات من الشعب، وفي أسابيع قليلة مصر كلها وقعت له. ما كانش فيه إنترنت ولا تليفونات، بس صيته كان بيعدي من بيت لبيت ومن قرية لقرية. والإنجليز لما شافوا إن الشعب كله وراه اتجننوا. الإنجليز قالوا لا، مش هنسمح بكذا. حاولوا يضغطوا، حاولوا يخوفوا، حاولوا يساوموا، لكن سعد كان صلب وكان شعب مصر أقوى. فقرروا يعملوا اللي ما كانش حد متوقعه: قبضوا على سعد زغلول ونفوه لجزيرة مالطا. وهنا كانت لحظة الانفجار الحقيقي. مجرد ما انتشرت أخبار نفي سعد، مصر انفجرت. مفيش كلمة تانية تنفع، انفجرت بمعنى الكلمة. الرجالة خرجوا، الستات خرجوا، الطلبة خرجوا، الشيوخ خرجوا، الفلاحين، الصعايدة، عمال المصانع، التجار، المثقفين. مصر كلها بقت صوت واحد: تعيش يا سعد، تحيا الحرية. كانت أول مرة الشعب المصري يوقف صف واحد كده، أول مرة الستات ينزلوا الشارع بالآلاف، أول مرة الإنجليز يحسوا إن البلد خرجت من إيديهم. وسموها ثورة 1919، ثورة شعب، مش ثورة حزب ولا جماعة ولا طبقة. ثورة علمت العالم كلها يعني إيه صوت الشعب. بعد ما الدنيا اتقلبت،
الإنجليز خافوا، رجعوا سعد زغلول مصر، رجعوه غصب عنهم. بس اللي رجع ما كانش نفس الراجل اللي اتنفى. اللي رجع كان زعيم أمة، كان معاه حب ملايين وإيمان ملايين وغضب ملايين. بمجرد ما وصل الشعب استقبله استقبال الملوك. مفيش حد في تاريخ مصر خد الحب هذا غيره. سعد قاد مصر مرة تانية، دخل مفاوضات وخلافات وضغوط، لكن ما استسلمش. وفي 1923 اتكتب دستور جديد، أول دستور حديث يخلي مصر شبه دولة مستقلة. دستور يحط للناس حقوق ويحط للسلطة حدود، وما حدش ينكر إن بصمة سعد كانت في كل سطر. في 1924 سعد بقى رئيس وزراء مصر، الزعيم اللي نفي واللي اتسجن واللي اتمنع من السفر، بقى الحاكم الشرعي المنتخب من الشعب. مصر كلها قالت ساعتها رجعت لمصر روحها، رغم إنه الإنجليز فضلوا يضغطوا عليه، ورغم الصعوبات ورغم الخيانة اللي شافها من بعض السياسيين، إلا إنه فضل ثابت، رفض يركع ورفض يساوم، وقال جملته الشهيرة إن الأمة في السياسة فوق الحكومة. سعد تعب، صحته ضعفت، لكن حب الشعب ليه كان بيقويه. وفي سنة 1927 مصر وقفت كلها تبكي يوم وفاته. كان موكب جنازته واحد من أكبر المواكب اللي شافتها مصر. الناس خرجت بالملايين، مش عشان سياسي مات، لكن عشان رمز ودعوه. دفنوا الجسد، لكن الاسم عاش وعايش لحد النهاردة. سعد زغلول مش مجرد زعيم سياسي، ده رمز لفكرة كبيرة جداً، فكرة إن الشعب لما يقرر ما فيش قوة في العالم توقفه، فكرة إن صوت واحد ممكن يولع نار في قلوب ملايين، فكرة إن الوطنية مش كلام، الوطنية تضحية وصبر وإيمان. وسعد ساب كلمة أخيرة بتلخص حياته كلها: الحق فوق القوة.